عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ بخير وسعاده معاكم حسين من اجل الفرق من كام. والنهارده هنتكلم عن قرعه دوري ابطال اوروبا او ملحق دوري ابطال اوروبا للفاشلين اللي هيلعبوا بعض والمفروض يصعدوا كمان مع الثمانيه المتاهلين في التشامبيونز ليج. وطبعا احنا عارفين احنا برشلونه المركز الثاني وضيعنا الصداره من ايدينا عشان تعادلنا مع اتلانتا في ماتش اهبل وليفاندوفسكي كان اهبل زيه. ليفربول خسر 3-2 بس انت ضيعت الصداره، بس مش فارقه قوي يعني. بس هنتكلم النهارده بشكل ايه كوميدي شويه وكلام جد شويه، وهنتكلم النهارده عن محمد صلاح. وايه يا معلم، ايه يا معلم الجمدان انت عامله ده؟ غير ان ليفربول كسب 2-0 بورنموث، بس ايه يا معلم؟ وفي كلام على واحد هو مش واخد حقه خالص السيزون ده. هنشوف التوقعات من وجهه نظري انا مين اللي هياخد دوري ابطال اوروبا، وكالعاده يعني اللي هو هياخد دوري ابطال اوروبا معروف، هو معروف ملوش غيره يعني. وانت سبحان الله بتاعته. بص، طول ما هو في البطوله يعني توقع ان هو ياخد البطوله، طول ما هو ان شاء الله يعني هيخسر يعني فيها امل. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. يلا نتكلم على مين هيصعد في الملحق ده ويلاعب بقى سيدو. يلا نبدا. يلا نتكلم على اول ماتش في الملحق وهو اتلانتا وكلوب بروج. الاثنين والله الفرقتين لعبوا يعني متوشه كويسه جدا. كلوب بروج يعني فرقه كويسه جدا خلي بالك، وانا شفت لهم لقطات الصراحه، ما شفتهمش متوشه يعني كامله، بس هي فرقه كويسه جدا وهتعمل قلق قدام اتلانتا. بالعكس انا شايف ان اتلانتا المفروض تصعد يعني بنسبه 90%، لان انا شفت في ماتش برشلونه ومع غياب لوكمان في الجبهه الشمال، لكن الفرص يعني اتلانتا كانت خطيره جدا، جابوا جولين وكان ممكن كمان يعني يخطفوا الماتش في اي وقت في اي ثانيه. وكمان كان زابا كوست كان بيلعب ناحيه الشمال مكان لوكمان. بس انت لما يرجع لوكمان، وزي ما قلت في فيديوهات قبل كده ان لوكمان هو الاسطى بتاع اتلانتا، وجاسبريني كمان عمل فرقه كويسه جدا. اي نعم هم في الدوري كانوا متصدرين وخيشوا، بس انا اتوقع ان اتلانتا بنسبه يعني 90% صاعد. نخش على الماتش الثاني او الملحق الثاني بين بروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونه. يوكريس وده سفاح وكل الانديه بتحاول تجيبه. بروسيا دورتموند عنده جيدنز، بس انا هقول لك توقعاتي لو كان هتروح للشبونه لو كان معاهم اموريم، لو كان لسه ما راحش مانشستر يونايتد. بس انا هرشح بروسيا دورتموند عشان الخبره اكتر، لعبوا نهائي تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، فاللعيبه دي عندها خبره على الاقل عكس سبورتنج لشبونه. او اذا كان اموريم هو اللي ماسك لشبونه كنت اقول لك لا 50-50، وكان ممكن كمان لشبونه يصعد. فتوقعي الاكيد لبروسيا دورتموند. بايرن وسيلتيك لا اللي بعده حبيبي مش هنهزر يعني، اكيد بايرن ميونخ يعني ده بنسبه 100%. ولكن يعني بايرن ميونخ ممكن مع التعثرات اللي انا شفتها مع كومباني ده يعني ممكن يخاش قدام سيلتيك. الفرق اللي هي بتاعت سيلتيك دي تبقى رخمه جدا، ولكن يعني المفروض بنسبه 100% بايرن، بس مع كومباني والله ممكن سيلتيك هو اللي يصعد، تبقى مفاجاه الموسم. توقعي لبايرن ميونخ، ولكن في كرة القدم سيلتيك ممكن يصعد عادي جدا في ظل ظروف او في ظل سوء مستوى لعيبه بايرن ميونخ ومع كومباني. خش على الماتش الرابع بي اس في اندهوفن ويوفنتوس. والله هو المفروض يوفنتوس، بس يعني مع تياجو موتا ومع يعني كثره التعادلات اللي عملها سلسله اللا هزيمه، هو خسر خلاص يعني الماتش اللي فات، يعمل سلسله التعادل اللي هي ورا بعض. ولكن يعني جماهير اليوفي حاليا هي عايزه تمشي تياجو موتا، وكان هو فعلا الاكسبكتيشن العاليه عليه بسبب ان هو طلع مع بولونيا الشامبيونز ليج وعمل اداء كويس جدا في الدوري الايطالي. بس هو حاليا يعني بيمر بظروف سيئه جدا، ولكن مع المفاجاه الكبرى كده. توقعي انا هقول لك بنسبه 70% بي اس في ممكن هو اللي يصعد على يوفنتوس في المستوى المخزي من لعيبه او من مدرب او من اداره يوفنتوس اللي انا شفته في المطوشه. لو يوفنتوس بقى يعني لعبوا رجاله او تيجو موتا بقى عمل حاجه يعني غير المتوقعه ان هو ما يتعادلش، معلم الماتش لازم تكسبه يعني، هو في ماتشين انت فاهم قصدي، فانت لازم تكسب عشان تصعد. فانا اتوقع ان بي اس في اندهوفن ممكن يعملوا قلق ويصعدوا على حساب يوفنتوس. نخش على الملحق اللي بعده وهو فاينورد واي سي ميلان. بص يعني كونسيساو هيلعب لك مطوشه جامده قوي قدام الفرق الكبيره وتتعادل مع كالياري، وعندك ان هو ممكن يكسب لك ريال مدريد 3-1 زي ما شفنا الماتش الجامد ده اللي حصل، وممكن يخسر عادي من فاينورد. فانت حاليا مش متوقع ان اي سي ميلان بالتذبذب الاداء اللي بيعمله ده ممكن يصعد. والله ممكن يخيش ويطلع عادي جدا يعني فاهم، بعد الحلاوه اللي بيعملوها قدام الماتشات الكبيره وان هم يكسبوا انتر ميلان في السوبر الايطالي بريمونتادا جامده جدا، وبقول لك زي بعدين ممكن يخسروا. فهي تبقى 50-50 بسبب ان اي سي ميلان مش مديني الاطمئنان ان هم يكسبوا.
فممكن فاينورد يصعد عادي جدا جدا بسهوله، ولا هتبقى مفاجاه خالص بالنسبه لي وبالنسبه لمشجعين نادي اي سي ميلان بالحاله اللي هم بيمروا بيها دي. فتوقعي 50-50. اتمنى ان اي سي ميلان هو اللي يصعد، بس احساسي ممكن فاينورد هو اللي يصعد عادي جدا. بنفيكا وموناكو، احنا لعبنا الاثنين، برشلونه لعبت الاثنين، خسرنا من موناكو 2-1 في اول ماتش لهانز فليك في دوري ابطال اوروبا مع برشلونه، وكان الماتش ممكن يخلص حوالي حرفيا الفرق تبقى من 5. فعندك كمان ان احنا لعبنا بنفيكا وكانت احلى ماتش في السيزون بريمونتادا 5-4، ولكن توقعي انا ان بنفيكا يعني بنسبه مثلا 95% على موناكو. خش على الملحق اللي قبل الاخير ما بين يعني هو فعلا ديربي الكرواسون جيسيما لا لاميزون، فعلا هو ما بين عصير بريست اللي احنا لعبناه. لو ما تفهموش يعني بريست دول انتوا مين اصلا؟ يعني انتوا صعدتوا امتى ورحتوا فين وين وصلتكم اصلا في دوري ابطال اوروبا؟ اتمنى ان بريست يكسب، لان انا بكره باريس سان جيرمان جدا. من يعني لو قلت لي مين الفرقه اللي انت بتكرههم في حياتك اقول لك ان باريس سان جيرمان بالنسبه لي هو رقم 1. هتقول لي ريال مدريد، اقول لك لا باريس سان جيرمان هو الاول. ما بحبهمش لله في الله كده من قبل حتى ما ياخدوا نيمار وميسي والكلام ده كله. بس هو الواقع بنسبه 115% باللي انا شفناه في ماتش مانشستر سيتي ده باريس سان جيرمان صاعد ما فيهاش كلام. انما قلبي يقول يعني او نفسي يعني ان بريست، لان اصلا لو باريس سان جيرمان كسب الماتش ده احتمال يلعب برشلونه مع ذكريات وسخه من بعد الريمونتادا بتاعت 2017 بتاعت 6-1. كل ما بنلاعب باريس سان جيرمان بيحصل حاجات مضحكه، واخرهم يعني السنه اللي فاتت الريمونتادا بتاعت ليا اروخو. فيعني هي توقعاتي اكيد هتروح لباريس سان جيرمان، ده العقليه عاطفه عايزها بريست، مش ناقصه بقى احتكاكات مع باريس سان جيرمان. نخش على اخر ملحق او اخر ماتش او النهائي المبكر، قول زي ما انت تقول، ما بين مانشستر سيتي وريال مدريد. وهو فعلا كل مره كل سنه والناس خلاص بقت متوقعه والموضوع بقى رخم انهم تيجي يقابلوا بعض، حتى في يعني في الملحق بقى يقابلوا بعض دور ال16 او دور ال8 او نص النهائي. يعني هم خلاص قابلوا بعض كتير جدا من 2016 لحد دلوقتي لازم يلعبوا بعض. كل الناس متوقعه ان هم يلعبوا بعض وحاجه تقرف بامانه. ولكن بالنسبه لي انا الماتش ده يعني حساس شويه عشان عمر مرموش، لان هو لسه جاي وعايز يثبت نفسه وهيلاعب ريال مدريد. انا وانت عارفين ان اللي هيكسب الماتش ده المفروض ياخد الشامبيونز ليج. من ايام 2022 من فما حاجه ريال كسب سيتي خد الشامبيونز ليج. السنه اللي بعديها 4-0 بتاعت الفاريز السيتي خد الشامبيونز ليج. السنه اللي قبليها اللي هي السنه اللي فاتت يعني كسبوا السيتي بضربات جزاء وريال خد الشامبيونز ليج. ولكن انا كان كل توقعاتي ما بين السيتي وريال مدريد بقول لك هتروح لشخصيه البطل. للاسف شديد شئت ام ابيت ما بحبهمش، والله العظيم ما بحبهمش من زمان. يعني هم كان عندهم لعيبه جامده جدا ايام الجلاكتيكوس دول، يعني اوين بقى ورونالدو وزيدان وكارلوس وبيكام، كنت احب اللعيبه دي جدا. انما عمري ما حبيت النادي ده سبحان الله. تمنياتي الشخصيه عايزه لمانشستر سيتي، وكمان بالاخص هو الموضوع بالنسبه لي حساس شويتين بسبب ان عمر مرموش نفسي هاتريك فيهم. ما توقعش ان عمر مرموش هيتالق قدام ريال مدريد. امنياتي يعني ان هو فعلا عمر مرموش نفسي يعني يبقى جامد قدامهم ويجيب هاتريك زي ما قلت لك. بس هي الواقع ريال مدريد هو اللي يكسب. اصل تقول لي الريال وحش دفاعيا ومش عارف ايه، والله العظيم البطوله دي يا جدعان مع ريال مدريد شيل اي توقع واي تاكتكس واي تحليل واي حاجه في كره القدم مع الفرقه دي. الفرقه دي يا جدعان لو انت ما جستش عليها 90 دقيقه هتركبك في دقيقه واحده بكوره واحده. ليه؟ الله اعلم. هي الكوره بتحبهم، حاجه بتاعتهم. هم فرقه جامده، ما قلتش ان هم فرقه وحشه، اكيد طبعا محدش يعني عقلاني يقول لك دي فرقه وحشه، بس هي الدنيا بتحبهم، الكوره بتحبهم. هي في حاجه كده سبحان الله يعني حظهم عالي قوي، وحتى بيبقوا وحشين بلقطه واحده بيكسبوا. الله اعلم ليه. هي لا بالواقع ريال مدريد يكسب. وكل الناس تقول لك اصل من السنين اللي فاتت كنت متوقع مانشستر سيتي. انا اقول والله العظيم ده حتى كنت بقول لاصحاب المدريدين كانوا بيخافوا قوي انهم بيلعبوا السيتي، يقول لك السيتي هو اللي يصعد. انا بقول لهم والله بقول لك ان الريال في دوري ابطال اوروبا والله لو لاعب مين هيكسبه. بقول لك هي المعطيات هنا مش فني، المعطيات حاجه ثانيه، حاجه ثانيه انت ما فهمهاش. السيتي السنه اللي فاتت بتاع 3-3 الماتش الثاني ماتش العوده يعني بتاع ضربات الجزاء بتاعت روديجير اللي جابها في اخر شوطه كان احسن من ريال مدريد، عامل فرص احسن من ريال مدريد. بس الكوره في الاخر حبيتهم، الكوره بتاعت دي بروين اللي شاطها يعني فوق وهو يعني قدام ال6 يارد ده، يعني هتعمل فيها ايه؟ فبقول لك توقعاتي هي لريال مدريد، ان ريال مدريد هو حاليا هو متصدر الدوري الاسباني، والسيتي طبعا زي ما انت شايف السيزون ده يعني من بعد رودري الدنيا بايظه عندهم، فبيعمل صفقات خوشانوف وعمر مرموش. ريال من الناحيه الثانيه
يعني امبابي فاق كمان مع الخط الهجوم المرعب بتاعهم من الاربعه اللي قدام. انا بصف بلينجهام، خلي بالك مهاجم يعني مش نص ملعب. ريال مدريد هو احسن في خط الهجوم، بس الدفاعين هما الاثنين ممكن يتاكلوا، والله اعلم ممكن سيتي هو يكسب. انا يعني هتقول لي ايه حضرتك ريال مدريد؟ امنياتي مانشستر سيتي بامانه، بس يعني هي التاريخ هيقول ريال مدريد. فهو ده يعني ملخص يعني ملحد قرعه دوري ابطال اوروبا. قول لي في الكومنتات متوقع مين هيبقى الحصان الاسود. انا اعتقادي الشخصي اللي هيبقى يعني حصان الاسود بالنسبه لي انا هو بي اس في. انا شايفه معرفش كده، حاسس ان هم هيعملوا قلق في الشامبيونز ليج وممكن يصعدوا، الله اعلم. فده بالنسبه لي ملحق دوري ابطال اوروبا. نخش بقى على محمد صلاح وليفربول يفوز على بورنموث 2-0. وانا فاكر ان محمد صلاح جاب فيهم هاتريك قبل كده في موسم 18 19. فيعني الملعب ده حلو جدا على محمد صلاح. ما حداش بس تيري هنري، هو عدى لامبرد كمان. وصلاح حاليا هو 177 جول، ودلوقتي بينافس مين؟ اجويرو 184 جول. فصلاح كمان عمل ارقام ثانيه ان هو فوق ال 30 سنه جاب 20 جول و10 اسيست. فانا محمد صلاح يعني حاليا انا مش عارف اقول لك ايه يا معلم، يعني انت فوق التقييم حاليا خلاص. صلاح مش طبيعي، احسن لعيب حاليا في العالم بالارقام وبالاداء. شوف الجول الثاني عامله ازاي يا راجل، ايه الجول الثاني ده لو عملها بايده، لو عملها بايده كده مش هيحطها بالدقه دي. ايه يا معلم، ايه يا معلم الار 2 ده. طبعا اداره ليفربول الناحيه الثانيه انت ما مش فاهم بقى يعني ايه بقى القصه، هتعملوا ايه ولا ايه الدنيا، يعني هتجددوا ولا لا، الله اعلم. بس يعني فعلا لو صلاح يعني زي كل مره بنتكلم ان صلاح لو مشي من ليفربول ده مش بقى 50%، لا ده 90% من ليفربول، مع احترام لفان دايك بامانه. ليفربول يعني محمد صلاح بالنسبه لي انا يعني فان دايك تقيله، احسن مدافع في العالم وزي ما انت تقول، بس من الناحيه الهجوميه صلاح مش طبيعي، وهو يخلص لك الماتشه دي كلها او الماتشه الحاسمه. فصلاح حاليا بيعمل حاجات يعني تؤهله انه ياخد البالون دور، بس لازم ياخد الدوري الانجليزي والتشامبيونز ليج. بس انا عايز اتكلم على لاعب مش واخد حقه اعلاميا واندر ريتد جدا، وبالنسبه لي هو وبدري من احسن لعيبه نص الملعب بحب اي حد ثالث، جرافنبخ. جرافنبخ انا كل ما اتكلم على ليفربول لازم اتكلم على جرافنبخ. تحوله الرهيب مع ارن سلوت، يعني السنه اللي فاتت مع يورجن كلوب كان وحش جدا، يجي السنه دي اللي بعديها جرافنبخ يبقى من هو من اعمده ليفربول ومن احسن لعيبه العالم في خط النص. الواد ده جاي بيعمل كل حاجه في الكوره بامانه، لعيب سته زي ما قال الكتاب مع ارن سلوت، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. عجبني جدا في كل حاجه، بطوله، بشوطه، بتأنيه بالكوره، بيرقص. انت عايز منه اكتر من كده ايه؟ لعيب سته جامد فشخ ومش واخد حقه اعلاميا. فانا كل ما هتكلم على ليفربول هتكلم على جرافنبخ، مستواه جامد جدا ومش طبيعي. وعكس سوبوسلاي اللي انا شفته في الماتش بتاع بورنموث النهارده. معلم انت ايه، انت ضارب حاجه ولا ايه؟ انت السنه اللي فاتت كان جامد جدا وكان كويس جدا وكان شويت. السيزون ده انا فعلا ده مستوى متدني بطريقه بشعه جدا لسوبوسلاي. انا شفت في ماتش النهارده، انا ما اعرفش انت بتعمل ايه، يعني انت ولا بتقطع كويس ولا بتشوط ولا بترقص ولا بتعمل اي حاجه، انت لعيب موظف. ما اعرفش ايه التدهور اللي حصل لك من السنه اللي فاتت. وحتى ارن سلوت كان في اول الموسم كان ما بيعتمدش عليك، بس انت لما اكيد لما اتدربت كويس لعبت، فلعبت لك ماتش كويس. في ماتش بتاع اي سي ميلان انا شفته كان كويس جدا، ده اخر ماتش شفت سوبوسلاي كان جامد، بس الماتش النهارده كان وحش جدا. حاليا ان ليفربول هو متصدر الدوري الانجليزي، هو الاقرب للفوز بالدوري الانجليزي، مع عدم تقدير لمحمد صلاح ولا الفان دايك ولا ارنولد في قصه التجديد مع الاداره. والاداره مبهمه جدا مش فاهم لها حاجه. ان الاداره كانت عايزه تجدد محمد صلاح سنتين، محمد صلاح رفض ان هو تبقى اكتر من سنتين. بس انتوا عارفين ان اداره ليفربول من زمان اي لاعب يعدي 30 سنه بيبقى يعني مع قصه التجديد بتبقى فرصه اقل. فهنشوف الايام الجايه ايه اللي يحصل فيها. صلاح يعني ربنا يحفظه من الاصابات. صلاح لو خد الشامبيونز ليج والدوري الانجليزي بالون دور وش يا معلم. ان شاء الله نشوفها مع عمر مرموش السيزون ده كمان. بس طبعا السيتي بعيد جدا عن المنافسه. السيتي لو كسب ريال مدريد وده طبعا شبه مستحيل بالمعطيات اللي احنا قلناها في الفيديو، ممكن عمر مرموش ينافس على البالون دور. فهنشوف الايام الجايه اللي يحصل فيها. بكره طبعا في ماتش جامد جدا ما بين ارسنال ومانشستر سيتي الثاني والرابع. هنشوف ابننا عمر مرموش هيعمل ايه في ارسنال، هيدكهم ولا لا. فهنشوف بكره ايه اللي هيحصل. في اخر الفيديو لو وصلت اخر الفيديو اعمل لايك شير سبسكرايب زر الجرس. محسن من نبي الفوره من كام. السلام عليكم.